ايه الاخبار؟ معاكم كورولو ساني في قناة من تحت الكبوت. النهارده هنتكلم عن تغيير عوامة البنزين لرينو لوجان 2013. الموضوع سهل وبسيط، بس الاول ما تنساش لايك واشتراك. تابعنا للاخر عشان في كام نصيحة هتتقال في اخر الفيديو هتفيدك جدا وصدقني. اول حاجة فكينا الكفر وبعديها فكينا الفيشة بكليبسة تقدر تفكها باي مفك صغير وهتتفك معاك بسهولة. تاني حاجة الصامولة اللي ماسكة ترمبة البنزين في التانك دي، لو هي مربوطة عندك بالزرجينة نصيحة مني ما تحاولش تفكها، ولو بقالها كتير مربوطة ما تفكهاش بالمفك والشاكوش زي ما انا بعمل، لانها هتتكسر وهتشتريها من 100 ل 150 ويمكن اكتر على حسب المكان اللي هتشتريها منه. اهم حاجة انك تنضف كويس عشان مفيش اي تراب او رواسب تدخل جوه التانك، لان زي ما انتوا شايفين هنفضي البنزين اللي جوه الترومبة في التانك. وخد بالك يا صديقي الأولسي اللي بيقع دايما. وطريقة فك العوامة سهلة جدا، هي عبارة عن مجرى هتشدها لبره، مفيش اي حاجة ماسكاها بس بتبقى ناشفة شوية زي ما انتوا شايفين. موريكم في الفيديو هي بتركب ازاي، واحدة مقفولة والناحية التانية اللي مفتوحة، بتطلعوها من الناحية اللي مفتوحة. دي العوامة الجديدة جبناها من المركز التجاري ب 300 جنيه بتاريخ تصوير الفيديو 15/3. طبعا لو انت ساكن في الجيزة فيصل الهرم مهندسين هتلاقيه قريب منك، لان هو في شارع السودان، ودايما هسيب لكم الرقم واللوكيشن بتاعهم في الديسكريبشن. ركز وانت بتركب الفيشة عشان القرايات تطلع معاك مظبوط. انا شحمت صامولة ترمبة البنزين عشان تبقى اسهل في فكها بعد كده. خد بالك انك لازم تكون مفضي التانك على قد ما تقدر، او على الاقل ما يكونش ازيد من النص عشان ما تخسرش بنزين في الفك والتركيب، وده هيعمل لك ريحة جوه العربية. ركز انك هتدوس على الترمبة لتحت وبعديها هتحط الجوان، وانت دايس اوعى ترفع ايدك فوق وتربط الصامولة. ودلوقتي جه الوقت اللي اقولك فيه كام معلومة تفيدك. لو غيرت الفيشة بتاع ترمبة البنزين لازم تدور العربية على الأقل 10 دقايق 15 دقيقة عشان تتأكد إن السلك بتاع الفيشة ما بيسخنش. ممكن لا قدر الله يوصل لدرجة إنه يولع في العربية. تاني حاجة، اتأكد دايما إن توصيلات الكهرباء وخصوصا بتاعت قلب ترمبة البنزين مفيهاش قطع، أو السلك أساسا مربوط بشريط لحام، لأن شريط اللحام بيفك بالبنزين. وسواء شريط لحام أو هيت شرينك الاتنين بيفكوا بالبنزين. وما تنساش لايك واشتراك، لأن بجد بنتعب في الفيديوهات بتاعتنا. وبس على كده، مع السلامة.